أكيد نفسك تشتغل بعمق أو تبدأ رياضة أو تبدأ قراءة أو حتى تبدأ تتعلم مهارة جديدة، بس كل ما تبدأ تلاقي نفسك وقفت على طول بقى بعد ما بدأت بكام يوم مثلا. ففي الفيديو ده أنا هقولك على الحاجة اللي بتكمل كل حاجة، والحاجة دي هي العادة. يلا بينا. أهلا بيك في كافي دوز، المكان اللي هتشوف فيه القهوة والتحفيز والوعي. غيرت لك التيشيرت بقى المرة دي، لبست لك النصر، بص كريستيانو أهو. أي خدمة. ما تنساش بقى قبل ما ندخل على الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان نوصل لأول 100 مشترك قبل شهر 5، وكمان عشان يوصل لك كل حاجة جديدة احنا بنعملها. أولا، هو ليه لازم نبني العادة؟ أنا هقولك. أول سبب هو قوة الإرادة. يعني إيه؟ عقلنا عامل زي بطارية الموبايل بيفصل. بسبب ايه بقى؟ بسبب كتر القرارات كل شوية مثلا. انت بتاخد قرار في حاجة معينة، وساعات القرارات دي بتبقى تافهة ملهاش لازمة. فلما بتحول أي فعل لعادة زي الجيم أو المذاكرة، لما بتحوله لعادة، ده بيسهل على دماغك القرار وما بيخليكش تقعد تفكر هل أعمل ده دلوقتي ولا لأ. فلما تحول الحاجة لعادة، انت بتسهل على دماغك العملية، فبتخلي الطاقة بتاعت دماغك تقعد أكتر. السبب هو إن النتائج الكبيرة مش بتيجي من قفزات صغيرة. يعني إن أنت تنط نط كده توصل للحاجة اللي أنت عايزها. يعني مثلا مش في يوم هتوصل للجسم المثالي اللي أنت عايزه. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات أو اللي قبله تقريبا. زي ما قال كتاب العادات الذرية، لو اتحسنت 1% بس كل يوم، هتبقى أحسن ب37 ضعف في آخر السنة. والعكس صحيح، اللي هو يعني لو بقيت أوحش كل يوم بنسبة 1%، أنت في آخر السنة هتبقى أحسن أوحش ب37 ضعف. تالت سبب وهو في مرحلة بناء العادة، عقلك بيحتاج إن القرارات تبقى سهلة عليه، مش أو بيحب يوفر طاقته. ففي مرحلة بناء العادة أنت بتبقى كأنك شغال على وضع توفير الطاقة. زي مثلا لما بيكون تليفونك فاصل مثلا، بتشغله على وضع توفير الطاقة. ده نفس الكلام في مرحلة بناء العادة. أنت بتشغل دماغك على وضع توفير الطاقة، لأنها بتوفر طاقة أكتر للحاجات الأتقل واللي فيها إبداع أكتر، بدل ما تقعد تفكر في عادات بسيطة يعني إن أنت تعملها. إيه المشكلة بقى اللي بتواجهنا في مرحلة بناء أي عادة؟ أنا هاقول لك. إحنا لمّا بنبدأ أي عادة بتبقى محتاجة وقت عشان تتبني. لكن مثلًا لمّا تطلب وجبة سريعة أو تلعب game أو كده، أنت بتكسب بسرعة أو بتاخد المتعة بتاعة الوجبة بسرعة. لكن مثلًا لمّا تروح الgym، أنت مش الجسم المثالي بتاعك مش هييجي لك على طول أول ما تبدأ gym أو أول يوم. الجسم المثالي اللي أنت عايزه ممكن ييجي بعد شهور. فده بيخلّي عقلنا إيه، يصعّب لك المهمة ويقول لك أنا ليه باتعب نفسي، ما أروح أرتاح أو أعمل حاجة تجيب لي المتعة السريعة والدوبامين السريع. فالحل للمشكلة دي هو إننا نصغّر العادات ونخلّيها عادات ذرية. يعني عادات صغيّرة يعني مثلًا القراءة تخلّي مثلًا صفحة كل يوم، دي عادة، وتبدأ تكبّر بقى الصفحات. يعني مثلًا كل أسبوع تزوّد صفحة، يعني تقعد أسبوع تقرا صفحة، وبعدها أسبوع تقرا صفحتين كل يوم، الأسبوع اللي بعده تقرا 3 صفح، هتوصل في الآخر إنك هتخلّص الكتاب. النقطة الفاصلة بقى اللي هي أصلًا الفيديو معمول عشانها. إزاي تبني أي عادة جديدة؟ أنا هاقول لك. في كذا استراتيجية هنشرح منهم 2 في الفيديو ده. أول استراتيجية هي تجديس العادات. الاستراتيجيين كانوا موجودين في كتاب العادات الذرية. أول واحدة وهي تجديس العادات. يعني إيه تجديس العادات؟ إنك مثلًا تقول أنا بعد العادة دي هاعمل العادة دي. يعني إيه؟ مثلًا أنت لو عايز تبدأ رياضة، تقول بعد ما أقلع هدوم الشغل، دي عادة قديمة، هالبس هدوم التمرين على طول، دي عادة جديدة. فأنت كده بتربط الاتنين ببعض. أو مثلًا لو عايز تبدأ قراءة، قُل أول ما أدخل على السرير على طول وأقفل الموبايل هابدأ أقرا صفحتين، هابدأ أقرا صفحتين من كتاب. إن أنت أول ما تدخل على السرير وتقفل الموبايل، دي العادة القديمة اللي أنت كنت بتعملها أصلًا. تبدأ تقرا صفحتين، دي العادة الجديدة. ليه بقى الاستراتيجية دي ذكية؟ أكبر مشكلة بتواجهنا هي إننا بننسى. يعني إن إحنا بننسى الحاجة اللي هنعملها. فلمّا بتربط العادة مثلًا بعادة قديمة، أنت كده بتخلّي العادة القديمة دي المنبه اللي بيفكّرك بالعادة اللي أنت عايز تبدأها. فدي الاتنين بيربطوا مع بعض يعني. تاني استراتيجية وهي تتبع العادات. سهلة بتبقى سريعة، وإنك على طول تدوس مثلا صح. لو عندك تيك تيك مثلا، تدوس صح على العادة اللي انت عملتها على طول، تروح دايس. سهلة، بس التأثير بتاعها كبير قوي، لأنك هتشوف إنجازات وتأثيرها على روحك المعنوية. أنا أنجزت بقالي مثلا 50 يوم بقرا، دي حاجة حلوة. بقرا دي حاجة حلوة، وهكذا. فأنت بتحس إنك منجز وأنجزت حاجة كبيرة، وبتحس بشعور الإنجاز وشعور الدوبامين الغالي بقى.
ليه بقى ده بيفرق جدًا؟ دي سهلة بس بتفرق جدًا ليه بقى؟ لإنك بننسى، يعني إحنا بننسى الإنجازات الصغيرة، لكن لمّا تشوف سلسلة من العادات قدّامك أنت عامل على كُلّه صح، وعامل بقى لك كتير، ده بيدّيك دفعة دوبامين وبيخلّيك عايز تكمّل، وعايز تكمّل إن أنت اللي أنت بتعمله يعني، مش عايز مش هتُقف لإنك ما بتتدبّعش ومش عارف أنت بقى لك قد إيه. يعني مثلًا لو أنت بقى لك 50 يوم بتقرأ زي ما قُلنا، هتلاقي إنك لو مثلًا جه عليك يوم ومكسل تقرا هتبُص في السلسلة تقول أنا بقى لي 50 يوم هاقف وهاقطع السلسلة، أكيد مش هتُقف. الخلاصة إنك تبني عادة جديدة ده مش شيء مستحيل، بس أنت محتاج تهيئ البيئة بتاعتك وتعمل الحاجات اللي قُلنا عليها في الفيديو، وكمان الحاجة المهمة أوي إنك اوعى تيأس واوعى تقول لنفسك أنا فشلت مرّة مش هاكمّل، افضل حاول لحد ما في الآخر هتعرف تبني العادة، لإن بناء العادة هياخد وقت كتير، وكمان هتُقف مرّة هتكمّل، هتُقف وتكمّل، هتُقف وتكمّل لحد ما تعرف تكمّل للآخر وتُقف، يعني مثلًا تفشل مرة عايز تبدأ قراءة تقعد يومين تقرا وبعد كده تقف، بعد كده تقعد يومين كمان وتقف، بعد كده تقعد 4 أيام وتقف، تفضل كل مرة تكتر لحد ما تفضل مكمل بقى وتتبني عندك عادة فعلًا. فالأحسن إنك تفضل مستمر وما تيأسش أبدًا من نفسك، هتفضل تفشل والفشل بيعلم مش هتخسر حاجة لما تفشل، فالفشل هيعلمك مش هيخسرك، يعني ما تنساش ولازم أول لما تحس إنك فشلت تكمل ما تقفش. ندخل على فقرة المقولة ومقولة النهاردة للفيلسوف أرسطو. بيقول we are what we repeatedly do excellence, it's not an act but a habit. قصده إن إحنا مش الحاجة اللي إحنا بنعملها مستمرين فيها، الحاجة اللي إحنا بنعملها مش تصرف، الحاجات اللي إحنا مستمرين فيها دي مش تصرف، دي مش حاجة عابرة إحنا بنعملها، لأ دي عادة. قصده إن إحنا يعني أي حاجة إحنا بنعملها مستمرين فيها دي مش تصرف عادي المفروض نعديه، دي عادة عايزين نتتبعها ونشوف ونحسنها ونخليها أحسن، ولو هي وحشة نمشيها وهكذا يعني. بس لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب زي ما قلنا في أول الفيديو. بس كان معاكم يوسف من كافي دوز، ما تنساش خليك دايما صاحب عقلك. سلام.